هل عمرك سألت نفسك ليه الفراعنة كانوا بيحنطوا جثث موتاهم؟ يعني ايه الفكرة انك تحافظ على جسم انسان ميت لآلاف السنين؟ هل كانت مجرد طقوس دينية ولا في سر أعمق؟ النهاردة هنغوص في واحدة من أكتر الأسئلة الغامضة في التاريخ، وهنكشف أسرار التحنيط من أول خطواته لحد نظريات بتقول إنهم كانوا بيحاولوا يبعثوا نفسهم من تاني. أولا إيه هو التحنيط؟ التحنيط عند الفراعنة كان علم كامل مش مجرد لف بالجثث. كانوا بيبدأوا بإخراج الأحشاء من الجسم، خصوصا المعدة والكبد والرئة، ويحطها في أواني اسمها الأواني الكانوبية. القلب أحيانا بيتساب لأنه مركز الروح، وأحيانا يتشال ويتحط مكانه تميمة اسمها قلب الجعران. بعد كده الجسم يتغسل بمحلول النطرون، وهو نوع من الأملاح كان بيسحب الرطوبة تماما من الجسم، وبعد كده يفضل لمدة 40 يوم. بعدها يلفوه بأقمشة الكتان ويحطوا عليه زيوت عطرية وتمائم للحماية. المصري القديم كان بيؤمن بالحياة بعد الموت، وبيقولك إن الروح مش هتعرف الجسد إلا لو الجسد لسه سليم. يعني التحنيط مش نوع من الاحترام، ده شرط أساسي للبعث. الجسد هو الوعاء اللي الروح هترجع له، ولو الجسد اتحلل إذن الشخص هيختفي للأبد. عشان كده نلاقي إن التحنيط كان مرتبط بالأغنياء والملوك أكتر، لأن هي عملية مكلفة جدا. كتير من العلماء حاولوا يفهموا إزاي الجسم محنط يفضل بحالة ممتازة بعد آلاف السنين، لحد ما اكتشفوا أخيرا إن السر في النطرون. النطرون مش بس بينشف الجسم، ده بيقتل البكتيريا والفطريات كمان. في سنة 2011 علماء في جامعة يورك جربوا يعيدوا خطوات التحنيط القديمة باستخدام وصفات من برديات فرعونية، وفعلا الجسم بيفضل متماسك بنسبة 80%. ده غير إن الكتان نفسه كانوا بينقعوه في مواد طبيعية بتحافظ على النسيج. عملية التحنيط كانت مصحوبة بطقوس للسحر والحماية، زي إن هما كانوا بيحطوا تمائم سحرية داخل اللفائف، زي عين حورس رمز للحماية، الجعران رمز القلب، وعصا الحياة. وبيتحط كتاب جوه التابوت اسمه كتاب الموتى، يحتوي على تعويذات وإرشادات تساعد الميت في رحلته للآخرة. وبيكون في كهنة مخصوصين يقوموا بالطقوس، زي الكاهن المرتدي قناع أنوبيس. في ناس بتقولك هل التحنيط كان بس لحفظ الجسد ولا في هدف أعمق؟ في نظريات بتتكلم عن إن الفراعنة حاولوا يوصلوا للخلود الحقيقي. في ناس بيقولوا إن بعض المومياوات ليها طاقة إشعاعية غريبة، وإن في لعنة بتصيب اللي بيفتح التوابيت دي، زي لعنة توت عنخ آمون. وفي نظريات تانية بتقول إن بعض الملوك كانوا بيحاولوا ينقلوا وعيهم لمستقبل بعيد، أو حتى إنهم يتواصلوا مع كائنات من خارج الأرض. وأغرب حاجة إن في علماء لحد النهاردة مش قادرين يكرروا نفس مستوى التحنيط بدقة زي المصريين القدماء. فالتحنيط مش بس لف جثث في قماش، دي كانت محاولة لحفظ الهوية، لاستمرار الروح، ولحماية الوعي من التيار. يمكن كان في إيمان، ويمكن كان في علم، ويمكن كان في حاجات لسه ما اكتشفناهاش، لكن الأكيد إن اللي عملوه الفراعنة وقتها خلى العالم كله في حيرة، ومش عارف هم عملوا ازاي كده. ودلوقتي دوس لايك واشتراك، واستنى الحلقة الجاية هنتكلم فيها عن الأسرار اللي محدش قالها عن بناء الأهرامات.